السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله احنا الفيديو ده هيكون بسيط جدا. احنا عندنا بس مفهوم او مفهومين بساط جدا هنشرحهم في الفيديو ده. الفيديو ان شاء الله مش هيكون طويل وبرضه مش هيكون صعب، تمام؟ ولكن هو في حتة مهمة جدا بتفرق معانا في الاستخدام بتاع اي ابلكيشن او اي ويب سايت احنا بنعمله بنكست، تمام؟ فخلينا كده نبدأ ونقول بسم الله. طيب احنا دلوقتي معانا مفهوم جديد اسمه الكاشنج، تمام؟ احنا عشان نعرف الكاشنج ده احنا يعني ايه هو علاقته بالنكست او ايه هو علاقته بالوسيط اللي احنا بنبنيه، فاحنا لازم نعرف ايه هو الكاشنج ده اصلا، تمام؟ مبدئيا الفكرة اصلا بتاعت الكاش عامة، الكاش ديت هي عبارة عن ميموري، تمام؟ هي عبارة عن ميموري، يعني مخزن مؤقت، تمام؟ انا بخزن فيه الداتا بتاعتي. طيب الكاشنج بقى، الكاشنج هي العملية بتاعة تخزين الداتا نفسها، اللي هي انا عندي داتا بخزنها عندي في سيرفر، بخزنها عندي في داتابيز، بخزنها عندي في اي مكان، انا في كاش ميموري عامة، تمام؟ بخزنها عندي، ووقت ما بعوزها مثلا هي بتبدأ ان هي يتعمل لها ريكوست او يتعمل لها ريكوست وهي تعمل ريسبونس والكلام ده كله، تمام؟ هو ده فكرة الكاشنج بتاعتي، تمام؟ طيب ايه بقى اللي بيحصل في النكست او ايه علاقه الكاشنج بالنكست؟ اول احنا عندنا ورك فلو كده او رود او حاجه، يعني طريق كده الداتا بتمشي فيه. اول حاجه انا عندي الكلاينت ده اللي هو الويب سايت بتاعنا، تمام؟ الكلاينت ده هو دلوقتي عايز يعمل ريكوست على السيرفر، عايز ياخد داتا مثلا من الاي بي اي، زي مثلا البوستس، صفحه البوستس اللي احنا عاملينها عندنا في الويب سايت. صفحه البوستس عندنا في الويب سايت بتعمل ايه؟ بتروح تنادي الاي بي اي عشان يرجع لي الداتا بتاعت البوستس، تمام؟ طيب انا دلوقتي البوستس دي هي دلوقتي في اي بي اي، هل انا بروح اعمل ريكوست على الاي بي اي على طول؟ لا، قال لك لا. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الكلاينت بيعمل ريكوست على السيرفر بتاع نيكست، تمام؟ فالنيكست تقوم رايح بناء على اللي هي بتعمله، ان هي تقوم رايحه على الاي بي اي وعامله ريكوست في الاي بي اي عشان تاخد الداتا منه، فالاي بي اي يرجع داتا للسيرفر بتاع نيكست. السيرفر بتاع نيكست بقى بيعمل هنا ايه؟ بيقوم عامل كاش للداتا دي. يعني انا دلوقتي عملت ريكوست للبوستس على الاي بي اي بتاع البوستس، هيروح الريكوست ده على النيكست سيرفر، ومن النيكست سيرفر على الاي بي اي يقول له والله انا عايز الداتا بتاعت البوستس، هيقوم الاي بي اي قايل له خد الداتا بتاعت البوستس. الداتا بتاعت البوستس هترجع على النيكست سيرفر، النيكست سيرفر هيعمل لها كاش. يعني ايه كاش؟ هياخدها يخزنها عنده لحد ما يحصل ان احنا عايزينها تاني مثلا او حاجه، وده اللي احنا نقوله قدام. فيبدا ان هو، وهي دي فكره الكاش عامه يعني، فيبدا بقى سيرفر النكست يكاش الداتا ويرد على الكلاينت يقول له خد الداتا بتاعت البوست اهيت، وهي دلوقتي موجوده عندك وتقدر تظهر طبيعي جدا. طيب ايه بقى الميزه دلوقتي؟ ان انا بقى لو رحت مثلا، لو طلعت من صفحه البوستس ديت ورحت على صفحه الهوم مثلا ورجعت تاني على صفحه البوستس، اللي هيحصل ان دلوقتي بدل ما اعمل ريكوست على الاي بي اي تاني، قال لك لا، اللي هيحصل دلوقتي ان انت هتروح تعمل ريكوست، انت عايز داتا بتاعت البوستس، هتروح نيكست او السيرفر بتاع نيكست يروح يتشيك هي الداتا دي اللي انت عايزها دي معمول لها كاش؟ هيقول له اه، يقول له خلاص انا مش مستاهله بقى ان انا اروح اعمل ريكوست على الاي بي اي، لا خد يا باشا الداتا هي على طول. يبقى هو كده دلوقتي وفر عليا المجهود او وفر عليا الوقت اللي كان هيعمله ان هو يروح يعمل ريكوست على الاي بي اي والاي بي اي يروح يعمل ريسبونس على الداتا فيرجع داتا للسيرفر بتاع نيكست. لا، هو دلوقتي وفر عليا المشوار ده، تمام؟ فقال له ان الداتا دي متكيشه، متكيشه، خلاص خد الداتا اهي، انت دلوقتي بقى معاك الداتا، تمام؟ فدي الفكره بتاعت السيرفر او عمليه الكاشنج اللي بتحصل في السيرفر بتاع نيكست. طيب احنا دلوقتي يظل عندنا برضو مشكله، ده اللي احنا قلناه دلوقتي، ان الكلاينت بيعمل ريكوست على النيكست سيرفر اللي هو دي اللي هو الوسيط يعني ما بين الكلاينت والاي اي مثلا، او المكان اللي هياخد منه الداتا، تمام؟ بعد كده بقى عندنا طبعا الكاش لايرز، والكاش لايرز ديت احنا هنبقى نشرحهم لان هم كام لاير، وكل لاير لها الوصف بتاعها، احنا ممكن نبقى نشرحهم بعدين، تمام؟ ولكن احنا دلوقتي خلينا نشرح مفهوم الكاش بشكل عام، تمام؟ والكاش هيت برضو ده يبقى يتشرح بعدين. وطبعا الكاش ميس ده ايه؟ الكاش ميس بيحصل لما، فاكرين النقطة بتاعت
انا دلوقتي راح اعمل كول مثلا، او راح اعمل ريكوست على الداتا تاني. يعني انا دلوقتي دخلت على صفحه البوستس تاني، احنا قلنا ان اللي هيحصل ان السيرفر بتاع نيكست هيروح يتشيك الداتا دي موجوده ولا لا. موجوده هيرجعها، طب مش موجوده لا هيروح يعمل ريكوست على الاي بي اي عشان يروح يجيبها. تمام، هو ده بقى المس ان هو لا ما لقاهاش موجوده عنده، ما لقاهاش متكيشه، فيروح خلاص بقى يروح على الاي بي اي يروح يجيبها. او مثلا ان الكاش دوت احنا قلنا عباره عن مخزن مؤقت، فالداتا ديت خلاص انا كيشتها عندي، ولكن هو جالي بعد فتره ما الكاش دوت خلاص مهمته انتهى، يعني المهله بتاعته انتهت، فالداتا ما عادش متكيشه، فدلوقتي حصل لها مس خلاص. فلما يجي يعمل عليها ريكوست تاني لا هي خلاص دلوقتي ما بقتش موجوده، بقى حصل لها مس، فيروح يعمل ريكوست على الاي بي اي تاني. دي اللي مش مهمه عندنا، بس هو دي فكره الكاشنج. تمام، فدلوقتي بقى خلينا نشوف ازاي بقى احنا نعمل الكاشنج ده في نيكست، ازاي الكاشنج ده بيتم عندنا في نيكست. طيب خلينا بقى نروح ان احنا نيجي هنا مثلا على السورس، ونيجي هنا كده على الاب، ونيجي على صفحة البوستس بتاعتنا، ونيجي على الصفحة اللي احنا بنعمل فيها ريكول للاي بي اي، او نعمل كولينج على الاي بي اي اللي هي في صفحة البوست. قلنا بنجيبها منين؟ ايوه هي دي. ماشي، ده احنا بنريكول على البوست الواحد، لكن احنا عايزين نريكول على تقريبا كانت في البوست ايتم هنا كده، البوستس اللي احنا كنا مسحناها. لو انتوا فاكرين كان عندنا هنا صفحة البوستس احنا كنا مسحناها لما جينا نعمل الحتة بتاعت الكاتش اول اب ويز، والحتة دي فاحنا محتاجين دلوقتي نرجع صفحة البوستس تاني، فخلينا نرجعها. طبعا احنا كنا مسحناها في الفيديو اللي فات، فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا نرجعها تاني. تمام، فانا هرجعها وارجع لكم تاني. تمام، انا دلوقتي رجعت صفحه البوستس تاني اهي. تمام، فدلوقتي بقت عندي صفحه البوستس موجوده، وبقى فيها الاي بي اي اللي احنا بنروح نعمل كولينج عليه، او نعمل جيت للداتا من عليه، اللي هو هيرجع لنا داتا يعني من الاخر. تمام، طيب الديفولت بقى بتاع عمليه احنا دلوقتي هنشرح الكاشنج. تمام، ازاي بان احنا بنعمل بقى بنهندله في نيكست. هو اصلا الديفولت في نيكست ايه؟ الديفولت في نيكست ان انا بعمل كاشنج للداتا. تمام، الديفولت في نيكست ان انا بعمل كاشنج للداتا. طيب انا بقى وليكن عندي بقى جزء تاني من الداتا اللي هو ايه، هشرح لك الحته دي. بص، انا عندي داتا مثلا بتتغير على طول. اصل خد بالك انا دلوقتي لو عملت كاشنج للداتا، فانا دلوقتي الداتا اللي لو اتغيرت وجيت اعمل لها مثلا كول تاني، او يعني مثلا صفحه البوستس دي لو نفترض مثلا الداتا بتاعت البوستس دي بتتغير، ماشي، فانا دلوقتي رحت عملت ريكوست على صفحه البوستس، فماشي الكلاينت راح عمل ريكوست على السيرفر بتاع النكست، فالسيرفر بتاع النكست راح للاي بي اي، فخد من الداتا من الاي بي اي وراح على رجع على سيرفر النكست تاني، عمل لها كاشنج ورجع بعتها على الكلاينت. ديت بالنسبه لاول مره. طيب تاني مره بقى خد بالك، انا دلوقتي رحت مثلا خرجت من صفحه البوستس، رحت على الهوم ورجعت تاني على صفحه البوستس، فانا دلوقتي بعمل كولينج للداتا للمره الثانيه، والداتا عندي متكيشه في سيرفر النكست، فهيروح يجيب لي الداتا اللي متكيشه في سيرفر النكست اللي هي اصلا الداتا القديمه. ليه؟ لو افترضنا مثلا الداتا بتاعت البوست دي هي داتا بتتغير، يعني كل مثلا فتره بتزيد او بتقل او المهم ان هي داتا بتتغير يعني. تمام، بيحصل لها ابديت، بيحصل لها ان في بوست جديد بينزل، بوست جديد، بوست قديم بيتشال، الحاجه دي، فالداتا دي بتتغير. فانا دلوقتي لما اروح اعمل ريكوست للمره الثانيه، فدلوقتي انا هيروح يجيب لي اصلا الداتا اللي هي متكيشه، اللي هي اصلا ما حصلش فيها اي تشينج، ما اتغيرش فيها حاجه. تمام، فبالتالي هنجيب لي دلوقتي الداتا اللي متكيش، وده طبعا غلط وما ينفعش. فانا دلوقتي عندي مبدئين في الكاشنج. المبدا الافتراضي اللي هو الديفولت بتاعي ان الداتا اصلا يحصل لها كاشنج. تمام، المبدا التاني بقى اللي انا مش عايز الداتا دي يحصل لها كاشنج. ليه؟ لان انا الداتا دي بالنسبه لي هي بتتغير. يعني مثلا صفحه زي بلاش البوست، ممكن الاخبار مثلا، الاخبار احنا كل دقيقه عندنا خبر جديد، كل لحظه عندنا خبر جديد، فبالتالي انا عندي الاخبار ديت، او لو يكن مثلا عندي اي بي اي بيرجع اخبار مثلا، فانا عندي الاخبار ديت هي بتتغير كل شويه، فانا محتاج ان الداتا ديت ما يحصلهاش كاشنج، لان لما اعمل لها كولينج كل مره انا عايز الداتا يحصل لها ابديت. تمام، ما برجعش نفس الداتا كل مره اللي هي موجود. لو اتكيشت هيرجع لي الداتا نفس الداتا كل مره، وده طبعا احنا مش عايزينه. احنا عايزين ان الداتا يحصل لها ابديت، وكل ما اعمل كولينج يجيب لي الداتا بعد ما يحصل لها الابديت دي، ما يجيبليش الداتا اللي متكيشه. تمام. فدلوقتي احنا عندنا مبدئين. الديفولت احنا قلنا ايه؟ الديفولت احنا قلنا ان هو بيعمل كاشنج للداتا. فانا دلوقتي لو عندي مثلا صفحه زي صفحه الاخبار مثلا، لو عمل لها كاشنج داتا ده مش هينفع.
فدلوقتي بنروح للمبدأ التاني. المبدأ التاني ايه؟ ان انا مش عايز الداتا تتكايش. طيب انا بقى بهندل ده في نيكست ازاي؟ اول حاجه انا اقوم جاي مثلا، اقوم جاي هنا بقى على الفيتش بتاعتنا، واقوم جاي هنا كده بعد الاي بي اي بتاعي، واقول له يا باشا هنا كده كوما، واقول له انزل تحت، انا عايز اعمل دلوقتي حاجه اسمها كاش. اول ما اكتب كاش هو هيظهر لك على طول هنا كده اهي. هقوم راح عامل هنا كده، احنا قلنا الديفولت، خد بالك الديفولت هو الفورس كاش، تمام؟ الفورس كاش هو الديفولت، اللي هو ايه؟ اللي هو يكيش الداتا. ده النكست بتعمله اصلا من ده الافتراضي بتاعها. الديفولت هو الفورس كاش، تمام؟ طيب انا بقى عايز اهندل بقى الحته اللي هي العكسها بقى، اللي انا لا الداتا دي مش عايزها تتكاش عندي. هروح اعمل حاجه اسمها نو ستور. نو ستور ديت معناها ان والله لا انا مش عايز الداتا دي تتكاش عندي، وعايز داتا ديت كل ما يحصل لها ابديت تتغير ويروح يعمل ريكوست على الاي بي اي ويرجع، والكلام ده كله زي ما بيحصل في رياكت مثلا قبل كده والكلام ده كله، تمام؟ يبقى انا كده لغيت مبدأ الكاشنج اللي بيحصل في النكس. انما لو رحت شلت دي كده وعملت فورس كاش، تمام؟ فانا دلوقتي لا انا كده عملت ده الديفولت. يعني انا دلوقتي اصلا ممكن امسح دي اصلا كده، لو انا عايز اعملها فورس كاش انا ممكن امسح اصلا السطر ده، لان اصلا ده الديفولت، تمام؟ انما لا انا عايز دلوقتي الغي المبدأ ده واخليها نو ستور عشان ما يكيشليش الداتا، تمام؟ فده دلوقتي مبدأ بتاع الكاشنج، هو مبدأ سهل وبسيط جدا. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نهندله، وعرفنا معناه، وعرفنا ازاي بيتم، وعرفنا ازاي نيكس اصلا بتفهم مبدأ الكاشنج ده، تمام؟ آه احنا بقى دلوقتي هندخل دلوقتي على الجزء التاني من الفيديو اللي هنشرح فيها حاجة تانية مختلفة تماما. ايه هي؟ انا دلوقتي انا دلوقتي شغال اصلا فين؟ انا شغال دلوقتي في عملية الديفلوبمنت مود او الديفلوبمنت انفايرمنت، اللي هي عملية الديفلوبمنت اللي اي بروجرامر بيبدأ يشتغل عليها. يكود هنا كده في عندنا الملفات بتاعتنا، الاستراكشر بتاع الفولدرات، نبدأ نشتغل عليها ونبدأ نكتب الاكواد بتاعتنا والكلام ده كله. وبعد ما نخلص بندخل في عملية البيلد او عملية البرودكشن مود، تمام؟ اللي هو نعمل ايه؟ اللي هو نعمل بيلد للبروجكت بتاعنا بحيث ان هو يكون جاهز ان هو يتعمل له بيلد او يتعمل له ببلش او يتعمل له يطلع ليه مرحله البرودكشن على الهوست بتاعتنا، تمام؟ او على الدومين بتاعنا، تمام؟ فده بيكون المرحله الثانيه. انا بقى دلوقتي لما بعوز بقى اوصل لمرحله تانية، انا دلوقتي وليكن مثلا انا خلصت البروجكت بتاعي، وليكن مثلا انا خلصت دلوقتي البروجكت بتاعي وعايز اعمل له بقى، عايز دلوقتي اجهزه او اعمل له بيلد ان انا دلوقتي ابدا اطلعه لمرحله البرودكشن، تمام؟ اعمل ده ازاي؟ في رياكت احنا كنا بنرن كود او بنرن كوماند اسمه ان بي ام ران بيلد. حلو، ده الكوماند اللي كنا بنرنه ليه؟ عشان يبدا يجهز لي ملف هنا كده او فايل هنا كده، يبدا يلم لي فيها كل الملفات بتاعت البروجكت المهمه اللي هيتعمل لها بيلد. حلو، تمام؟ كان اسم الفولدر ده غالبا كان اسمه بيلد، تمام؟ طيب في نيكست بقى الامر بيتم ازاي؟ في نيكست الامر بيتم ان اصلا الفولدر ده موجود عندي. والله هو فعلا موجود. طب هو فين؟ هو ده، هو شايفين الدوت نيكست ده هو ده الملف او الفولدر اللي شايل فيه الملفات بتاعه البيلد كلها. يعني انا لما عاوز ارفع او لما انا عاوز اعمل البروجكت بتاعي ده لمرحله البرودكشن، ارفع الملف ده، ارفع الملف ده. طب هو اصلا الملف ده اصلا معمول دلوقتي؟ هو معمول اصلا اوريدي، معمول من اول من داي 1 احنا عملنا فيها البروجكت بتاعنا اصلا. الملف ده او الفولدر ده هو اوريدي موجود، تمام؟ طيب ليه هو موجود من اول ما بدأنا؟ ليه موجود اصلا من اول ما عملنا سيت اب للبروجكت؟ قال لك لان هو اصلا في حاجات مهمه جدا لعمليه الرن بتاعه البروجكت. يعني ايه؟ يعني حاجه مثلا زي الكاش دي، احنا اصلا الكاش ده بيحصل واحنا اصلا في عمليه الديفلوبمنت مود، تمام؟ او الديفلوبمنت انفايرمنت. فهو دلوقتي اصلا الكاش ده بيتم واحنا في عمليه الديفلوبمنت، يبقى بالتالي انا لازم يكون عندي البروجكت الفولدر ده موجود. عمليه السيرفر، الاستاتيك، التايبس، كل دي حاجات موجوده اصلا، انا اصلا بحتاجها وانا في الديفلوبمنت مود، تمام؟ فبالتالي لازم يكون الفولدر ده موجود عندي. دي طبعا مش شرط تكون كل الحاجات، ولكن هي بعضها. هتيجي حتى لما تيجي هنا تفتح الكاشنج هتلاقي هنا برضو ان هو عامل الكاشنج في شكل فايلات ومخزن الداتا. هنا كده في حاجات هو مخزنها بطريقته بحيث انها تكون جاهزه معاه لعمليه الديفلوبمنت، تمام؟ او عمليه اللي هو الببلش يعني، تمام؟ وكذلك برضو هي موجودة عندي هنا وبتساعدني في عملية الديفلوبمنت مود، تمام؟ ف انا كده بالنسبة لي الفولدر بتاع البيلد او الفولدر بتاع البرودكشن جاهز برضو. في الحقيقة لا، هو برضو مش جاهز. ليه؟
لان هو موجود، ولكن هو موجود دلوقتي، ولكن دوره مقتصر على الحاجات بس اللي هتساعدك وانت شغال في الديفلوبمنت مود. ولكن هو برضه هيفضل هو اول ملف اللي بيترفع، ولكن هيفضل ناقص له شويه حاجات بقى، ديت اللي هتتم لما انت ترن الكوماند اللي هيعمل له بيلد عشان يكون جاهز لمرحله البرودكشن جاهزيه تامه، اللي هو 100%. خلاص هو كده دلوقتي رايح للبرودكشن. تمام. هو الفولدر مش هيتغير، الفولدر هيفضل هو نفس الفولدر، بس الحاجات اللي فيه جواه هتتغير بحيث ان هي تكون خلاص جاهزه 100% لمرحله البرودكشن. انا كده بعرف البروجكت ان انت دلوقتي خلاص طالع لمرحله البرودكشن. انت دورك دلوقتي مش مقتصر انك تساعدني بس في الديفلوبمنت مود، لا انت دلوقتي هتطلع كمان لمرحله البرودكشن. فبرن ايه؟ برن بقى هقول لك سهله بسيطه. هندخل على الباكج جيسون، نيجي نشوف هنا الكومنتس بتاعتنا. هنيجي نبص نلاقي عندنا هنا ده الكومنت اللي المفروض هيرن. خد بالك حتى هنا انت اصلا في الملف بتاع الباكج هتلاقي مرتبها لك اصلا. اول حاجه عندنا اللي هو ال NPM run dev عشان نبقى في مرحله الديفلوبمنت. بعد ما تخلص مرحله الديفلوبمنت انت هتحتاج تعمل له بيلد. بعد ما تخلص البيلد الستارت. هي الستارت اللي هي ايه؟ الستارت ديت ان انت عايز تشوف شكل البروجكت بتاعك بعد ما اتعمل له بيلد، اللي هو نفس الشكل اللي هيظهر لما يتعمل له برودكشن. تمام. لان طبعا في شكل البرودكشن هيكون مختلف، مش كشكل اللي هو كسيم يعني وكشكل واماكن الويب سايت اللي هو اماكن الزراير والالوان والحاجات. لا مش قصدي كده، قصدي الآلية البرفورمانس بتاع البروجكت هيكون طبعا على الهوست نيم بعد ما يترفع، غير ما يكون في مرحلة الديفلوبمنت. تمام. فطبعا هنا NPM run start ديت هتشغله بقى في مرحلة يعني هتظهره لك كأنه في مرحلة البرودكشن. تمام. اللي هو بعد ما اتعمل له بيلد. تمام. فاحنا اصلا اوريدي NPM run dev ديت اصلا احنا عارفينها، ان دايما دي احنا بنشتغل بيها لما نيجي نعمل اي حاجة عندنا في مرحلة الديفلوبمنت مود، زي ما احنا عملنا في الفيديوهات اللي فاتت. لكن انا دلوقتي بقى عايز اعرفكم الفرق ما بين ان احنا نكون دلوقتي هنرن البروجكت ولكن في البرودكشن. طيب انا دلوقتي عشان ارن البروجكت في البرودكشن محتاج اعمل NPM start، ولكن قبلها لازم اعمل بيلد للبرودكشن للبروجكت، لان احنا قلنا ان الملف ده لازال مش جاهز 100% ان هو يطلع ليه مرحله البرودكشن. تمام. انا دلوقتي لازم اصلا اعمل بيلد، هقول له هنا NPM run build. تمام. وارن الحته دي قصدي الكوماند ده. تمام. طبعا هو هياخد وقت كبير جدا عشان او وقت يعني بيختلف طبعا من جهاز لجهاز ومن بروجكت لبروجكت ومن حجم البروجكت والكلام ده كله. تمام. فهياخد وقته لحد ما يخلص، وارجع لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. طيب دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي هيظهر لنا ايرور في عمليه البيلد. ليه ظهر لنا الايرور ده؟ لان احنا خلاص رجعنا هنا صفحه البوستس. تمام. اللي احنا اصلا كنا مسحناه، وبالتالي العمليه بتاعت حتى انا هنا اصلا شلتها اهو. العمليه بتاعت الكاتش اور راوتنجز. تمام. الكاتش اور راوتس والاوبشنال كاتش اور راوت ديت دلوقتي ما عادش دي اصلا لها اهميه. ليه؟ لان انا اصلا خلاص رجعت الصفحه بتاعت البوستس. تمام. فبالنسبه لي اصلا هي دلوقتي انا ما عادش محتاج حاجه. وكمان انا اصلا كنت عامل الصفحه بتاعت البوست دي علشان اشرح لكم فيها الكاتش والكاتش اور راوت والاوبشنال كاتش اور راوت. فانا دلوقتي برضو ما عادش محتاج الفولدر ده باللي جواه. تمام. فانا همسحه. تمام. عشان تبدا دلوقتي ابدا اعمل لان طبعا هيظهر لنا ايرور في عمليه الاوبشنال كاتش اور راوتس ديت، لان طبعا انا خلاص رجعت صفحه البوستس، فدلوقتي اصلا ما عادش لها اهميه، فهيظهر لنا ايرور. تمام. فاحنا لازم لما نرجعها نبدا نشيل بقى البوست اللي احنا كنا عاملينها، وبرضه نشيل معاها الحاجات اللي احنا كنا عملناها اللي هي الاقواس والدوتس اللي احنا كنا عاملينها علشان نهندل الحته بتاعت الكاتش اور راوتس والاوبشنال كاتش اور راوتس والحاجات دي كلها. تمام. فبعد ما ظبطنا كل حاجه نبدا نعمل ريبيلد، نبدا نعمل قصدي بيلد تاني كده ونشوف. فطبعا دلوقتي ظهر لنا ايرورز تانية. طبعا الايرورز دي حاجات طبيعيه انها تظهر لك علشان علشان ديت مرحله البرودكشن. انت دلوقتي بتطلع البروجكت بتاعك مرحله البرودكشن. تمام. وبالتالي لازم تكون كل الايرورز اللي متوقع ان هي تحصل او الايرورز اللي مش هتظهر لك في مرحله الديفلوبمنت مود وممكن تظهر في مرحله البرودكشن لازم يبدا تهندلها علشان ما تظهرش او ما يحصلش اي حاجه قابله انها تعمل ايرور في مرحله البرودكشن. تمام. فهو طبعا الايرورز دي ما تقلقش منها، دي حاجات طبيعيه جدا تظهر لك، ولازم تبدا تهندلها واحده واحده لحد ما تخلص كل حاجه تظهر لك. تمام. فخلينا نشوف الايرور ده. تمام. فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنيجي هنا ونعدل تمام. فهو دلوقتي طبعا بيقول لي ان الايرور هنا في ان احنا عاملين ان التايب ده اني. تمام. وطبعا احنا لازم نعمل له هنا سبيسيفاي، حتى هو هنا بيقول لك سبيسيفاي ا ديفرنت تايب. تمام.
فاحنا طبعا البروبس ديت هي عباره عن برامز، فاحنا لازم يعني ديت برامز هترجع لنا. تمام. فهنخليها هنا كده برامز، ونبدا بقى ان احنا نهندل الجزئيه بتاعت الانترفيس، او نهندل اللي هي هنشيل ان ديت ونحطها مكانها. تمام. او التايبس ايا كان اللي احنا هنعمله هنا، احنا عارفين ان التايب زيها زي الانترفيس بالظبط. تمام. فهنخليها مثلا وليكن بالمنظر زي ما احنا شايفين كده، ان احنا نسميها زي ما احنا شايفين، ولكن انا هخليها بس ديت تي كابيتال كده في الاول هنا. تمام. عشان ديت طيب. فاعمل طيب تي بوست بيج بروبس، واكتب هنا البرامز طبعا اللي هترجع لنا اللي هي عباره عن الاي دي، وابدا ان انا اجي هنا كده كوبي. تمام. واقول له هنا كده بيست. تمام. وانا كده حطيت دلوقتي ديت، فانا دلوقتي هشيل خلاص البروبس ديت، وبالنسبه لي دلوقتي هي البرامز بترجع لي الاي دي على طول. تمام. انا دلوقتي عملت ديستراكتنج للبرامز، وعملت هنا برامز بترجع لي الاي دي، وحددت هنا كل حاجه. انا دلوقتي عملت سبيسيفاي للتايب هنا اهو. تمام. زي ما هو كان عايز مني بالظبط. طبعا حددت له هنا ان الاي دي بيكون سترينج. فانا دلوقتي تمام. المفروض دلوقتي هعمل بيلد تاني ونشوف هيظهر معانا حاجه تانية ولا كده تمام. هو دلوقتي رجعني على نفس الايرور اللي كان بيظهر لنا، وان احنا دلوقتي عاملين طيب اللي هو التي بوست بيج بروبس. ده بيقول لك doesn't specify the constraint page props. تمام. فاحنا قال لك هنا ان التايب الاي دي is missing the following properties from type prompts any then catch finally symbol to string tag. تمام. فخلينا نشوف الايرور ده هنعدله ازاي. تمام. انا دلوقتي صلحت الايرور اللي عندي. فانا صلحته ازاي؟ كل اللي انا عملته ان انا رحت هنا عملت البرامز عادي. البرامز ديت انا عملت التايب بتاعها اللي هو زي ما احنا شايفين كده بالظبط، لان طبعا الاي دي هنا بيرجع لنا از بروميس. تمام. بروميس انا ايوه. فانا عندي البرامز ديت حددت لها التايب هنا ان البروميس بتاع الاي دي، والاي دي طبعا نوعه سترينج. وعملت هنا التايب بتاعه بيكون، او عملت اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هو الكوز ده. تمام. عشان طبعا ده اسynchronous كومبوننت، فكان لازم يتعمل بيه البروميس، علشان ده طبعا زي ما قلت اسynchronous كومبوننت. فالاي دي طبعا هعمل له اويت عشان ارجعه من البرامز، لان دلوقتي انا عملت عندي البرامز ديت بسترجعها، فبطلع منها طبعا بعمل اكستراكت او ديستراكشن للاي دي من البرامز. وبعد ما عملت له ديستراكشن هبدا بقى ان انا احطه في الاي بي اي زي ما هو كده. تمام. طبعا مش هعمل بقى برامز دوت اي دي، لا انا هحط بقى الاي دي على طول، لان هنا خلاص عملت له ديستراكتنج. تمام. فدلوقتي بقى عندي الاي باي ده جاهز. تمام. وبعد ما جهزت خلاص التايب ده وخلاص عملته بالشكل زي ما احنا شايفين كده، رحت رنيت بقى للكوماند بتاعي اللي هو الان بي ام ران بيلد. تمام. وبعد كده خلاص عمل معايا كل حاجه، ودلوقتي هو الملف بتاعي دلوقتي بقى جاهز لعمليه البرودكشن. حتى هنشوف دلوقتي ان هو اصلا الفايلز بتاعته كترت عن الاول. تمام. وضاف عليه برضو فولدرات جديده وحاجات جديده، دي طبعا بتاعت عمليه البرودكشن مود. وبكده يكون اصلا الفيديو بتاع الفولدر بتاعنا جاهز ان هو يطلع عليه عمليه البرودكشن. طيب انا بقى عايز اشوف شكله اصلا بيكون في عمليه البرودكشن عامل ازاي. زي ما احنا قلنا في الفايل بتاع الباكج دوت جيسون، عندنا اصلا في الكوماند لاين اللي هو الان بي ام ران ستارت، ده اللي هيظهر لنا شكله في البرودكشن بيكون عامل ازاي. فانا هكتب هنا ان بي ام ران ستارت واعمل انتر علشان ابدا اشوف شكله في عمليه البرودكشن، او يفتحوا لي على هوست اشوف شكله في عمليه البرودكشن بيعمل ازاي. فاعمل هنا كده اوبن. لو لاحظنا حتى هو دلوقتي اصلا بيفتح اسرع. تمام. شايفين فتح اسرع ازاي. تمام. هدخل على صفحه البوستس، شايفين كل حاجه اسرع من قبل كده. ادخل على صفحه الاباوت، ارجع على صفحه الهوم، كل حاجه اسرع من قبل كده. وطبعا ده بسبب ان احنا دلوقتي شغالين في عمليه البرودكشن. البرودكشن بتبقى اسرع بكتير جدا من عمليه الايه الديفلوبمنت مود. ندخل على صفحه اللوجن، دي طبعا الفورم اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، ودي صفحه الريجستر اللي احنا برضه عملناها في الفيديو اللي فات، ولكن كان حصل مشكله في الاخر فما التسجيل ما ظبطش. هو ده شكلها. تمام. هتلاقي برضه الكود بتاعها موجود على جيت هاب. وكده يبقى احنا اصلا عملنا الحته بتاعت البيلدنج ورفعنا البروجكت بتاعنا از برودكشن مود. تمام. فشايفين شكله طبعا دلوقتي بقى عامل ازاي. تمام. ودلوقتي البروجكت بتاعنا مرفوع از برودكشن مود. فطبعا شايفين دلوقتي شكله عامل ازاي واسرع، وكل حاجه شغاله طبعا اسرع بكتير، لان طبعا ده الايه دي مرحله البرودكشن، فمختلفه، بتكون مرحله طبعا مختلفه عن الديفلوبمنت مود. وده اللي بيعملوا لنا الفولدر بتاع النكست والكومنتس لاين اللي احنا عملناها هنا كده زي ما احنا شايفين. تمام. وبكده طبعا يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم.
مرحلة الايرورز دي زي ما انا قلتها لكم هي ديت منطقية جدا انها تحصل، لان ديت انت بتطلع البروجكت بتاعك لمرحلة البرودكشن، فلازم طبعا تعالجه من اي اخطاء ممكن تحصل في عملية البيلدنج بتاعته او في مرحلة عملية الابلودنج على الهوست، عشان ما يحصلش اي مشكلة بعد كده ان هو يقع مثلا او يحصل له اي حاجة. تمام، فتكون عامل حسابك ان عادي وتأقلم عادي مع الاخطاء اللي بتظهر لك. حاول تفهم الخطأ تحطه على اي اي يساعدك في انك تفهمه، مثلا لو انت مش فاهمه او مش عارف توصل لاساسه. تمام، وواحده واحده هتعرف تحله، او لو قابلتك اي مشكله برضه انا معاك. تمام، لحد ما توصل للمرحله ديت من الكورس. يبقى احنا كده ماشيين مع بعض باذن الله، ونشوفكم فيديو جاي في سلسله كورس نيكست. انا وليد، وده كان فيديو جديد من سلسله كورس نيكست. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.